السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة غير بالرجال، يعني بعض المتتبعين طلبوا مني وصفة للرجال لزيادة الحيوانات المنوية عند الرجل، وهذا المكون هذا عنده بزاف ديال الفوائد. هذا المكون اللي غنحتاجو في هذه الوصفة وهو الجرجير. كيف ما فايت لي طرحت لكم الشكل ديال الجرجير، غادي تصيبوه عند الناس اللي كيبيعوا القزبور والنعناع، متواجد في الاسواق ومتواجد في الدول العربيه وخاصه مصر. الجرجير الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه بالنسبه للرجل ممكن ياخذوا الشكل اللي بغا. هو عنده واحد المذاق بحال الشكل ديال بحال المذاق ديال الفجل او اللفت، يعني ممكن تقطعوا لك المرأة وديروه في لي سالاد، ممكن ديروه بهذا الشكل هذا كشكل عصير مع الحامض ولا مع الليمون، وديروا واحد شويه تاع السكر باش تقدروا تشربوه احبائي الاعزاء. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الجرجير هذا ممكن كيف ما قلت لكم تاخذوه 2 مرات في النهار، يا اما عن طريق شلاضه لي سالاد او عن طريق شرب مشروب من عصير الجرجير. المزيد من المعلومات في هذا الموضوع هذا يمكن لكم تدخلوا المدونه ديال جرب وحكم، غادي تلقاو المزيد ديال المعلومات والمزيد ديال الفوائد ديال الجرجير بالنسبه للرجال ولا الحياه الزوجيه ديال الرجل والمراه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء ان هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.